وابدأ اشتغل على نفسك صح. فكر وادرس وسيب الباقي على ربنا سبحانه وتعالى. اما بقى لو فضل الخوف متملك فيك وانت عايش جواه، هيبتلعك كل يوم حتة حتة لغاية ما يضيع من ايدك ايامك الحلوة اللي المفروض انها حلوة، وتتحول لأيام أسوأ فأسوأ. خد نفس حلو كده واسأل نفسك سؤال بسيط بالهداوة: في حاجة أقدر أعملها دلوقتي تساعدني ولا لأ؟ لو في حاجة، قوم ما تضيعش وقتك وابدأ اعملها على طول. طب لو مفيش، يبقى ارتاح وسيبها على ربنا وهو يحلها من عنده. كده كده بكرة جاي، بس أكيد جايب معاه رحمة ورزق. الخلاصة: ما تخليش خوفك من بكرة يسرق منك النهاردة ويضيع منك الأمل اللي جاي، لأن دايما لو ما جالكش الخير يبقى اصبر شوية، لأن ربنا بيقول إن مع العسر يسر. خد نفس، لأن اللي جاي مكتوب، عمر خوفك ما هيمنعه، ولو خير هيجي في وقته. كل اللي عليك تطمئن ودور على راحة بالك قبل ما تدور على أي حاجة تانية. لو حسيت إن الكلام خفف شوية على قلبك، سيبلي تعليق حلو يطمني. ابعت الفيديو ده لأي حد خايف من بكرة زيك وطمنه، وقول له راحة بالك أهم شيء. أشوفك في الحلقة الجاية إن شاء الله.